السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة عملنا وصفة بطاطا من أحلى وصفات البطاطا على قلبي. ليه يا أم محمد؟ لأن عندي الأولاد مش بياكلوا البطاطا غير بالطريقة دي. بجد حلوة جدا وبتعجبهم جدا. بس ما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بأمر الله. مقاديرنا بقى للبطاطا: 2 كيلو من البطاطا. جبنا البطاطا غسلناها كويس، قشرناها، قطعناها مكعبات. تمام. حطينا عليها ربع كوباية من المية، وحطينا عليها ربع كوباية من السكر، يعني حوالي 3 معالق كبار من السكر. معايا كيلو من الحليب. معايا عبوة التوفير بتاعت دريم كريم كراميل. دي حلوة جدا وكويسة بالنسبة لي ل2 كيلو بطاطا. حابة تزودي كريم كراميل تاني مفيش اي مشكلة. هنجيب شفشة الخلاط وهننزل بالبطاطا المسلوقة. هنا هنحط كمية حليب عشان البطاطا تتضرب معانا وتبقى ناعمة في الخلاط. طبعا هنجيب الحلة اللي احنا هنسوي فيها البطاطا ونبتدي نضرب في الخلاط ونفضي فيها. هنا طبعا بعد ما حطيناها على النار هنبتدي ننزل بالاتنين باكت الكريم كراميل. حابة ان انتي تحطي الكريم كراميل وانتي بتضربي البطاطا في الخلاط مفيش اي مشكلة. وهنبتدي نقلب كويس جدا. عايزه اقول لكم انا ما حطيتش اي سكر تاني غير الربع كوبايه من السكر اللي هما بمقدار 3 معالق كبار من السكر. تمام. لازم نفضل نقلب كويس جدا جدا عشان ما تكتلش في مكان واحد وتطلع معانا كريميه وحلوه جدا. هنجيب القالب اللي احنا هنحط فيه البطاطا. هنبتدي ننزل بالكريم كراميل بالشكل ده. لازم نقلب فيها كده باستمرار عشان خاطر ما تكتلش معانا وتطلع كريميه وتبقى حلوه معانا. بصوا لازم توصل لمرحلة الغليان والبقبقة اللي انتوا شايفينها دي. تمام. هنا خلاص هنبتدي نصبها في القالب بتاعنا، او ممكن نصبها في اطباق برضو. هنا برضو هكمل الكمية برضو في اطباق كده صغيرة. وبرضو لازم نحط كريم قصدي الكراميل بتاعها برضو في الطبق من تحت. كده خلاص. هنصب بقية الكمية وهنسيبها تبرد شوية وبعد كده هندخلها التلاجة. هنا خلاص بعد ساعتين في التلاجة ببتدي اخرجها واقدمها. اقلبها كده واسيبها شوية لان اللي في الطبق دي مش بتنزل بسهولة. لازم كده ايه دقيقة كده مقلوبة شوية عشان تنزل، لكن القالب ده بتنزل على طول. هزود الكراميل شوية عشان حسيت ان هو قليل فهزوده شوية.
عندي هنا شوكولاتة شيبس ابتدي ازين بيها. انا عندي العيال مدمنين شوكولاتة شيبس، بيحبوها قوي 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 وعايزينها في كل الحلويات بتاعتهم. الطبق ده كان مش راضية تنزل، معصلج معانا، بس على مين بقى برضو نزلناه. ونزين برضو بشوية شوكولاتة كده. عايزة اقول لكم ان خديجة بنتي مش بتاكل البطاطا، ما بتاكلهاش غير بالطريقة دي بس. تمام. هتعجبهم، جربوها للاولاد لو مش بيحبوا البطاطا، جربوها بالطريقة دي بجد هتعجبهم. ما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.